احنا مش عايزين نتكلم على الزمالك كتير، احنا جايين نتكلم على الاهلي، وجايين نشوف الاهلي اصلا عمل ايه الموسم ده. الموسم ده الاهلي بدأوا في الدوري كان مصمم ان هو ياخد الدوري، يعني من الاول على اخر سنتين ان انا من غير دوري فانا هاخد الدوري. كولر جه في اول حاجه اتقالت له تاخد الدوري، تمام. بعد كده دخلنا في افريقيا، لعبنا في الدور ال 16 مع فرقه تقريبا كان لسه في الاول خالص احنا بنتكلم بقى، كان اللي هو الاتحاد المنستيري الفريق التونسي ده، وكسبناه ودخلنا دوري المجموعه. لحد هي الفكره ان دي اول فتره دي كان ايه، كولر كان مشكلته ان هو كان ماشي في خطه ثابته، عايز يفرض خطته على بالظبط، عايز يفرض هو ده اللي هيحصل، هو ده اللي هيتم، لان هو لسه ما كانش خد خبره افريقيا بالظبط لحد وده اللي كان هيوقعنا قبل افريقيا. وده سر نجاح برضه، لازم نتكلم ان ده سر نجاح الاهلي الموسم ده، ان الاهلي لما بيقع مش خلاص كده الدنيا بتفتح منه وكل حاجه بيعرف يلم، لا بيعرف يلم ويرجع على طول ما بياخدش وقت. يعني هقول لك حاجه، لو فاكر احنا بدأنا معاكم تقريبا كانت من اول حلقاتنا ساعه الاهلي في كاس العالم للانديه، والاهلي وكولر كان مفاجئ جماهير الاهلي باسلوب لعب جديد، وخصوصا قصاد ريال مدريد وفلامينكو، تمام. لا بس فلامينكو احنا عارفين احنا خسرنا ليه، يعني حاجه ثانيه. بس يعني هو برضو فضل مصمم انا هلعب بنفس خطتي قصاد ايا كان مين اللي بيلعب قدام. يعني ريال مدريد وانت عملت قدامه ماتش حلو، بس طبعا ريال مدريد هتخلصك، يعني هتخلص عليك. هو ده اللي حصل، ان الدقيقه 1 يعني بص احنا فضلنا 90 دقيقه ماشي، الدنيا ماشيه وكان النتيجه 2-1، ما كانش فرق كبير، وكنا احنا بنهاجم وبنعمل وكنا عاملين ماتش عالمي. بس الدقيقه 91 جت الثالث في الرابع على طول ورا بعض، خلاص الموضوع انتهى، خلاص اللياقه البدنيه وقعت خلاص، بس انت بتلاعب فرق قدرات مش طبيعي يعني. بالظبط، دخل فيك 8 تجوان في ماتشين، تمام. برضو كولر قال لك ايه، او الاداره او اقنع الاداره بايه، بفكره برضو ان هو ايه ده، انا بلعب ريال مدريد وفلامينكو وسوء حظ وتوفيق والكلام ده، فالاداره برضو واللي انا كنت بلعب حلو برضو بالظبط، كنت بلعب حلو بالظبط، فالاداره قالت له ايه، دعمته وموقفه لحد ما جت الطامه الكبرى اللي هي ايه، صن داونز. انت تعادلت معاها هنا، رحت هناك خسرت 5. دي الاهلي بقى هنا دور الاهلي وجماهيره وادارته، وجماهيره قبل ادارته، وده اللي بينجح الاهلي. هو كلمه جمهوره ده حمايه، هي مش كلمه بتتقال في الاستاد، لا ده معنى وبيتنفذ على الارض، على ارض الواقع. فجمهور الاهلي بدأ يزوم على كولر، وانا كنت من ضمنهم. انا كنت شايف ان كولر ده ممكن يودينا بدايه لو ما سمعش الكلام، لو ما بدأش ينتبه يعني ايه كوره في افريقيا. بس فانت لا بس كنا في الاول وفي الاخر برضه شايفينه يعني كفكر مدرب وكدماغ مدرب، لا هي بتظبط اللعيبه، وشفنا اداء اللعيبه بقى فيه حاجات اللي عمله ده احنا كنا لسه ما وصلناش للروتيشن، بس احنا بنتكلم في الاول هو كويس بس محتاج ظبطه اللي هي تغيير الفكر ده. بدأ في القطن الكاميروني، وسيبك بقى للهلال، ماتش الهلال الاهلي من ماتش الهلال بدأ من بعد صن داونز من تاني ماتش على طول خلاص كان الموضوع هي الفكره بقى يعني خالد المنظور طالع عمال يقول لك اصل التوفيق والاهلي ويا بقى ويا عفريت هات لي خلي طاهر يضيع الكره في الدقيقه 93 ويا مش عارف مين يعمل لي ايه ويا عفريت اعمل لي كذا، يقول لك اصل عفريت ايه كلام متعب. انا كواحد بيفهم كوره لما اشوف الاهلي، يا عم الاهلي طلع بالحظ من دور المجموعات، بس اللي بيطلع من الحظ ولو هو وحش من دور 16 هيخرج، مش هيستنى، مش هيكسب الهلال السوداني في القاهره، مش هيكسب الرجاء. الاهلي عمل ايه بعد الكره اللي ضاعت بتاعت ضربه الجزاء؟ عمل ايه؟ بس شوف بعد كده عمل ايه، كسب الهلال كسب القطن، راح كسب اسمه ده اللي كسب الرجاء هنا، الرجاء كسب هنا 2-0 وتعادل هناك 0-0، راح كسب الترجي رايح جاي،
راح كسب الوداد هنا 2-0 وتعادل 2-1 وراح تعادل معانا 1-1 رجع بالبطوله برنس البيراميدز. بس انت هتتكلم في فريق لا انا غلطت او كان الكولر بيغلط وبدا يتعلم. هي الفكره بقى في امتى بقى بيلم على طول. الزمالك من ناحيه الزمالك لا الغلطه عندهم بتطول خلاص كده بنقعد فتره عشان يبدا يرجع تاني وبتاع. ما انت كنت مين اللي فضل فريق الزمالك لما خد الدوري كان معاه فريق عامل ازاي؟ مرعب. انا ما حدش يقدر يتكلم ان فريق الزمالك ساعه ما كان فيه مصطفى محمد وطارق حامد وساسي وبن شرقي الفرقه كانت تقيله وابو جبل وابو جبل كان في عزه وونش يعني لا الفرقه وفتوح لا الموضوع كان فرقه مين اللي فضل الفرقه دي؟ مين احنا اللي رحنا فضلناها لهم؟ انا اللي مش عملت الاهلي محمود الخطيب اللي راح فضها. ما هي الفكره مين اللي عمل كده؟ فانت ليه تلوم الاهلي او ليه تقعد الفكره ان انا ما بلاقي غلط عندي في الاهلي بنقعد نتكلم لغايه ما الدنيا تتلم. هم لما بيحصل غلط عندهم يقعدوا بقى يشوفوا اي حاجه يطلعوها على الفريق اللي قدامهم. والله هم لو ركزوا في فرقتهم ممكن يبقى حالهم يتصلح. انا شايف ان في توجه كمان خلي بالك بالنسبه لجماهير الزمالك ان هم ممكن تشجع بيراميدز السنه الجايه ان الزمالك ممكن في طريقه. انا بقول لك الزمالك لو ما اتحل يعني لو المشاكل اللي عنده دي ما اتحلتش حلول جذريه الزمالك ممكن يكون في طريقه نفس طريق الاسماعيلي كده. ده حقيقي يعني فاهم نبقى رايح في سكه ده. فانا شايف ان ممكن لازم يدعموا فريقهم ويسيبوا بقى الفرق الثانيه في حالها. بالظبط. والاهلي بعيد عنكم يعني الاهلي بعيد قوي عنكم. انا 43 دوري انت 15 دوري. لا ما جابش 15 كمان. ده انا جايب لكم في دوري واحد. يعني هنتكلم بقى الاهلي الحمد لله الموسم ده لحد النهارده واخد 5 بطولات بس ما عملش انجاز يعني لحد النهارده ما حققش الارقام. التعادل بتاع النهارده ده بس عشان اللعيبه كلها كانت مش مركزه بالظبط. والحكم انا بصراحه من ضمن الحكم ما كانش طبيعي النهارده. انا ما بحبش الحكم ده خالص ولا انا والله العظيم. بص انا اول ما بشوفه بعرف ان يعني هيحصل حاجات بس يعني هو ما كانش فيه احداث كتير يعني في الماتش. ما كانش فيه احداث كتير بس هو من ضمن اسباب ان كان موتر الماتش اصلا. يعني هو من ضمن الاسباب اللي اصلا. بس احنا كنا بنتكلم في ماتش النهارده هو كله الدنيا كانت احتفالات وبتاع. بس انت لو جيت اتفرجت على الماتش اصلا 21 عشان الشناوي واقف 21 لاعب جوه ال 18 بتاع حرس الحدود. 21 لاعب كلهم هم هبطوا مش طبيعي. عارف انت اللي هي الحته اللي ايه المعنويه اللي هو خلاص انا هبطت وبتاع. لا وكل لعيب منهم بيبقى عايز يظهر عشان حد يشتريه في الدوري اللي عندنا. لا انا قصدي هو ده عقليه الناس لان انا دلوقتي كفريق هبط حد تاني ياخدني في الدوري الممتاز ياخد بلديه المحله بقى ولا اي حاجه. بس فالاهلي حقق لحد النهارده 5 بطولات. هو طبعا ما عملش ارقام قياسيه عدت فايلر وجوزيه. الاهلي النهارده بعد التعادل مش هيعرف يوصل للنقطه 89 اللي هي اعلى عدد نقط الاهلي وصل له في تاريخه في الدوري. احنا الاهلي النهارده 82 نقطه وعندنا ماتشين بس. فبنتكلم ان احنا حتى لو كسبناهم هيبقى 88 نقطه مش هنجيب 89 حتى. كان نفسنا نخلصها على 90 مش هتيجي. عندك الموضوع الثاني موضوع الانتصارات. هو الاهلي كده حصل كذا قبل كده ان هو كسب من غير ولا هزيمه. لكن كان عدد اللي كان في حاجه تانية اللي هي عدد الانتصارات. عدد الانتصارات كنا بنتكلم ان الاهلي اعلى عدد انتصارات جابه كان 28 انتصار. 28 انتصار. السنه دي طبعا احنا 25 فمش حتى لو كسبنا الماتشين الجايين هيبقى 27 فبرضه مش هنجيب الرقم ده. يعني كولر وجوزيه وفايلر في امان. هو فايلر وجوزيه في امان وكولر لسه بس كولر السنه الجايه ان شاء الله ممكن مع فرقه تقيله قوي السنه الجايه ان شاء الله. مع فرقه تقيله جدا السنه الجايه. بس لسه برضه كولر ما حققش الخماسيه التاريخيه. لسه عندنا كاس وعندنا سوبر مصري وسوبر افريقي. لو احنا خدنا ال3 دول يبقى هنحقق الخماسيه ودي هتبقى الخماسيه التاريخيه. فدي برضه هيحققها ان شاء الله. يعني ان شاء الله هيحققها بنسبه كبيره جدا لان هو فعلا مدرب كفء. عجبني النهارده في التسليم المراسم ان كولر ما كانش مبسوط.
ودي حاجه. وعلى فكره اللعيبه لا في لعيبه كانت مبسوطه، في لعيبه مبسوطه، بس انت عندك مثلا محمد عبد المنعم تحس ان هو كان بيعيط اصلا، كان متضايق. انا حاسس ان محمد عبد المنعم برضه عندي كومنت يعني بصراحه، يعني محمد انت لسه بادئ يعني بصراحه، لازم اهدى شويه. بدات تعمل حاجات غريبه، لسه قدامك كتير. عشان بس خلي بالك محمد عبد المنعم برضه يعني اول ما هو ليه لا عمال الموضوع بقى بيعلى وبعدين يهدى تاني، يعلى وبعدين يهدى تاني. يعني هو جه النهارده مرجع كوره للشناوي بشكل لا انا قصدي ان هو جه من فتره كان كويس قوي، وفجاه طلعت غروره وبدا يتنك على الكوره وبتاع، وبعدين بدا يرجع تاني وبقى عالمي. قعد لغايه ماتش الزمالك. بعد ماتش الزمالك الماتشين اللي فاتوا، اللي هو الماتش بتاع النهارده والماتش بتاع المره اللي قبليه، ظابط. كان مين اللي كنا بنلعب؟ المقاولين كان مش طبيعي حرفيا. لا الماتش اللي فات ده كان كارثي. طب عايزين نسال الناس او نسال يعني ردود بقى، ومش هو لوحده، هو بيرسي تاو، الاثنين كانوا بصراحه بقى لهم كذا ماتش الدوري احسن حاجه بالنسبه لهم. فيعني برضو اللعيبه عايزه ترتاح، وده اللي انا مستغربه. يعني ريح بقى خلاص بقى، انت مش هتعرف تحقق الارقام، نزل بقى مصطفى شوبير، نزل عايزين كريستو على فكره لعيب. انا لغايه النهارده فاكر من اول مره جه انا لغايه النهارده مراهن ان كريستو هيبقى من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي ان شاء الله، وهيبقى عالمي وهيعدي. بس هي الفكره بس ياخد فرصه بالظبط. فهو هياخد فرصه، هو وقندوسي برضه. القندوسي محتاج يلعب، القندوسي عمال الكوره عماله تطلع منه. هي دي الفكره بقى، انا مثلا كنت عايزه يلعب. انا شايف ان هو ماشي هيمشي يعني. انا عندي توقع ان امام عاشور هيمشي، امام ايمن قصدي القندوسي هيمشي. لا ما اعتقدش هيمشي دلوقتي، هو متمسك بيه على فكره. ايمن اشرف، انت عندك الناس اللي مشوا رسمي خلاص، ايمن اشرف راح البنك الاهلي، وعندك شادي حسين، وعندك برونو سافيو، وعندك في لعيب كمان. بس بصراحه توديع ايمن اشرف بصراحه شيء محترم بصراحه. لعيب برضو جاب معانا بطولات وابن النادي، هو متربي ان شاء الله. كان نفسه يختم حياته في النادي الاهلي، بس هي دي هو ده الاهلي ومش بعيد يختمها في الاهلي، ومش بعيد يختمها في الاهلي. بس هو مشي بشكل شيك. كان في ناس بتقول ان هو رايح الزمالك ورايح كذا ورايح كذا، هو عارف يقفل حياته الكرويه بشكل محترم. زي مثلا ايه، مثلا لو هنقول مثلا محمد نجيب، ما هو راح لعب في لسه في الداخليه، وفي نفس الوقت برضو لسه الناس فاكراه بالخير، غير الناس فكت مش عايزين نقول اسمائهم ان احنا مبسوطين، هم اللي زعلانين ان هم سابوا الاهلي.